الموقف السوداني الحقيقة محل اعتزازنا كلنا كخليجيين بأن السودان يخوض معركة الحقيقة الأمن الخليجي وأمن الجزيرة العربية في هذه المنطقة ضد هذه القوى المتمردة. حياك الله. لديك سؤال أستاذ مؤنس؟ لا والله بس مرحبا. نعم. سعادة السفير، معك مؤنس المردي من مملكة البحرين، ونرحب بوجودك معنا. احنا بالعكس نؤيد هذا التوجه مثل ما تفضلت. السودان طبعا ليس غريبة عن مجلس التعاون، والأخوة السودانيين متواجدين في دول الخليج، وهم جزء أيضا من التنمية التي حدثت في دول الخليج. فاحنا نشكركم، ونحن بالعكس نسعد لما نرى هذا الشراكة الاستراتيجية بين السودان ودول الخليج، وخاصة في الأمن الغذائي. ومملكة البحرين عندها هناك مشروع خلاء من سنتين تقريبا في هذا الموضوع، والإمارات في نفس الوقت، وهذه نتمنى أن تتطور إلى مجالات أخرى. فاحنا بالعكس سعيدين انك اليوم انت تشاركنا في هذا المجلس الخليجي، ونتمنى التوفيق يعني حق الكل ان شاء الله. شكرا جزيلا. الدكتور محمد المشيخي من سلطنة عمان، جامعة السلطان قابوس، تفضل. تحية لسعادة السفير. وفي واقع الأمر الحديث عن السودان يعني بالنسبة لأبناء الخليج وأبناء العالم العربي حديث يعني يوضح التعاون، يوضح السوداني كان أستاذ ومعلم وخبير، وكما قال زميلي يعني لعبوا دور كبير جدا في تنمية المجتمعات الخليجية من فترة طويلة جدا يعني. ولكن أنا أتوقع حان الوقت للاستثمار في هذا البلد العربي الشقيق، الذي أيضا اتجهت الآن الصين وعدة دول أخرى تتجه إلى هذا البلد اللي فيه موارد وفيه تربة وفيه مياه وفيه أيضا موارد بشرية. فهنا دعوة لكل الدول الخليج وأيضا الشركات الكبيرة العملاقة إن تأتي للسودان وتستفيد من السودان، والسودان في الأساس مكسب لهم قبل لا يذهبون ويستثمروا في صناديق أو في دول ثانية يعني. شكرا أستاذ عبد الباسط، تحب تضيف شيء؟ الله يطول عمرك. والله أنا أشكر الإخوة ونرحب بهذه الشراكة، وهي خير للجميع. يعني السودان يمتلك مقومات كثيرة جدا، وكما ذكر الأخ وكل الإخوة يعني له كل المقومات لتعاون حقيقي مثمر له. السودان به أرض وبه مياه وبه أراضي خصبة وبه عقول وبه يعني إمكانيات بشرية، والدول الخليج أيضا تزخر بإمكانيات أخرى مكملة للسودان، ونأمل أن يمضي ذلك لمصلحة البلاد والعباد في كل المنطقة يعني. الأستاذ عبد الباسط